السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ في الفيديو ده إن شاء الله نكمل دائرة بادئ الحركة في ستار دلتا. اتكلمنا في الفيديو الأولاني عن دائرة القوة. في الفيديو ده هنتكلم عن دائرة التحكم. وفي الأول لازم أقول إيه هي دائرة التحكم عشان أفكركم. دائرة التحكم هي الدائرة المسؤولة عن التحكم بالمحرك بتاعي ده، امتى أغذيه بالكهرباء وامتى أفصل عنه الكهرباء. في حالتنا ستار دلتا الدائرة دي هتتحكم امتى أشغل الكونتاكتور بتاع الستار وامتى أفصله، وامتى أشغل الكونتاكتور بتاع الدلتا وامتى أفصله. هقول حاجات بشكل عام عن دايرة التحكم. دايرة التحكم هي الجهد بتاعها بيعتمد على الملفات بتاعت الكونتاكتورز اللي حضرتك هتستخدمها، الجهد بتاعها ايه. يعني أنا ممكن أخلي الدايرة دي تشتغل ب 380 فولت لو أنا هستخدم كونتاكتورز الملفات بتاعتها 680 فولت، وممكن أشتغل 220 فولت لو الكلام ده طبعا اي سي أو تيار متردد. ممكن أخلي الدايرة دي برضه تشتغل 220 فولت لو أنا مستخدم كونتاكتورز الملفات بتاعتها تستحمل 220 فولت. ممكن أشغلها دي سي لو أنا عندي كونتاكتورز الملفات بتاعتها تشتغل على دي سي. آه احنا بالنسبة لنا في اللوحات بتاعتنا غالبا بنستخدم جهد 220 فولت في دايرة التحكم عشان نفصل دايرة التحكم عن دايرة القوة. فبالتالي احنا النهاردة هنستخدم 220 فولت، يبقى أنا عندي ال وإن. تمام كده عشان أقدر آخد 220 فولت بتوعي اللي أنا هطبقهم على الملفات بتاعة الكونتاكتورز. نرجع تاني كده نفتكر كده دايرة القوة بتاعتنا كان فيها كام كونتاكتور. كان فيها كونتاكتور رئيسي وقلنا الراجل ده يتحكم في تشغيل وفصل الدايرة كلها بالكامل. كان فيها كونتاكتور ستار وقلنا الراجل ده هيشتغل في بداية التشغيل مع الكونتاكتور الرئيسي عشان نقلل تيار البدء المحرك. وكان فيها كونتاكتور دلتا قلنا ده هو اللي هيكمل بقية التشغيل بعد الستار، بعد ما نعدي مرحلة مفاصل البدء وتيار البدء العالي، وان انا خلاص قللت البدء، قللت تيار البدء. فانا كده عندي 3 ملفات كونتاكتورز A1 و A2 اللي هما فين هنا، اللي هما دول. بعد كده لحظة واحدة، اللي هما دول. آه تمام كده. يبقى انا عندي الكونتاكتورز دي استخدمها في دايرة التحكم. تمام. سيبنا كمان A1 اهو، A2، A1 و A2. كل الكونتاكتورز احنا خلاص استخدمنا النقط الرئيسية في قلب دايرة القوة. فبقى عندي العقل اللي هيشغل لي الكونتاكتور ده امتى يوصل النقط دي ببعض وامتى يفصلها عن بعض. امتى الدايرة تقفل من عند الكونتاكتور ده اللي هو الستار، وامتى تفصل من عند الستار ونشغل الدلتا. تمام كده احنا اتكلمنا على المبادئ. خلينا بقى نرجع تاني للدايرة. الدايرة التحكم هي دايرة تياراتها هتبقى قليلة، بالتالي الأسلاك بتاعتها هتبقى أقطارها أقل. تمام. دي حاجة كده ممكن بالنظر أشوفها. طيب محتاج ايه للدايرة، محتاج ايه للملفات. محتاج أحمي برضه الدايرة بتاعتي دي، فأنا هستخدم فيوز أو قاطع. بما إن أنا قلت 220 يبقى أنا هستخدم قاطع سنجل فيز عادي جدا. محتاج ايه كمان، محتاج اخد من الأوفرلود بتاعي اللي أنا استخدمته هنا ده، هاخد منه نقطة مساعدة مغلقة. وقلنا النقط المساعدة دي هي نقط في حالتها الطبيعية خلاص بتبقى واخدة بعضها، ولما ال الجهاز بتاعها حالته تتغير هي كمان حالتها بتتغير. يعني ايه؟ يعني الاوفرلود في حالته الطبيعية
هو مقفول، طول ما فيش عطل فهو مجرد موصل. فلما انا اقول النقطة اللي عليه دي اسمها نورمال كلوزد، يعني في حالتها الطبيعية هي مقفولة بتوصل. طيب ايه الوضع اللي مش طبيعي اللي ممكن يغير حالة النقطة المقفولة دي ويخليها مفتوحة؟ الوضع ده ان الاوفرلود يفتح، صح كده؟ لما كان مقفول هيفتح. طب هو بيفتح امتى؟ لما المحرك بتاعي ده اهو يسحب تيار ازيد من التيار المقنن، يعني المحرك فيه عطل. تمام كده، يبقى النقطة دي مش هتفتح غير لو المحرك فيه عطل. طب انا هاخدها ليه يا باشمهندسة احطها في دايرة التحكم؟ ليه؟ اثناء ما انا دلوقتي، خلينا نفترض الكيس دي، انا المحرك بتاعي حصل فيه مشكلة، زي مثلا محطات الرفع. لو انا عندي المحرك ده متوصل بطلمبة والطلمبة دي بلعت حاجة فاتسببت في ان التيار المسحوب يعلى ودرجة حرارتها تعلى، فبالتالي الاوفرلود هيفصل. تمام كده. في حالة انا لو ما استخدمتش النقطة دي خالص ومخدتهاش معايا في الاعتبار، فهنا دايرة التحكم هي مش حاسة بحاجة، مش حاسة ان في اي مشكلة في دايرة الطاقة. تمام كده. فمجرد ما حد يروح يدوس على الاون والاوف ترجع تحاول تشغل تاني. لكن انا عايز دايرة التحكم دي تحس بدايرة القوة. مجرد ما دايرة القوة تفصل بسبب ارتفاع التيار في الاوفرلود، انا عايز برضو بالتزامن معاها النقطة دي تفتح. فبالتالي مهما انا حاولت اضغط على الاون او اي بوش بوتن موجود، عمر الدايرة دي ما هتشتغل غير لما احل العطل بتاع الاوفرلود. تمام كده. اذا فايدة النقطة دي هي بتعمل لي زي ربط كده بين دايرة القوة والتحكم، بحيث لما دايرة القوة تفصل اوفرلود، دايرة التحكم بالتزامن معاها تفصل. تمام كده. طيب بعد كده انا عايز ايه؟ انا عايز بوش بوتون اما ادوس عليه اون المحرك يشتغل، وبوش بوتون لما ادوس عليه اوف المحرك يقف. الكلام ده كله هيتم عن طريق ايه؟ عن طريق الكونتاكتور المين، اللي هو ليه ايه؟ العقل بتاعه الملف زي ما احنا قلنا. تمام كده. ايه واحد وايه اتنين ده العقل بتاع الكونتاكتور. لما بديله كهرباء الكونتاكتور بيوصل النقط، لما بشيل عنه كهرباء الكونتاكتور بيفصل النقط. يبقى انا محتاج اون واوف مش بوتون اهو. خلاص انا شغلت الراجل ده اشتغل. تمام كده. هل لما اشتغل الدايرة اتقفلت ارجع بقى لدايرة القوة؟ نبص كده، انا شغلت اهو يعني قفلت هنا، فالمحرك اهو، الطيارات اهي، تيجي هنا السكة مفتوحة، يكمل الراجل ده عايز يكمل السكة مفتوحة. يبقى اذا انا دلوقتي لازم عشان اقفل الدايرة اشغل ستار او اشغل دل. تمام كده. طيب يبقى انا كده محتاج اشوف هحط وضع الملفات بتاع ستار او دلتا فين. تمام. بس قبل ده كله عايزة اسأل نفسي سؤال، ابص كده على دايرة التحكم تاني، اشوف المشكلة اللي هتواجهني. ايه المشكلة اللي هتواجهني؟ ان زرار الاون ده زرار مجرد ازالة الضغط عليه بيبتدي يرتد تاني. يبقى انا مجرد ما اشيل صباعي الملف هيرجع تاني مش عليه جهد، والكونتاكتور المين هيفصل. عشان اعمل اخلي المحرك يستمر في التشغيل حتى لما اشيل صباعي من عليه، ما مش هقف طول النهار حاطط صباعي على البوش بوتون، بعمل حاجة اسمها لاتش. لاتش يعني بحاول الاقي مسار تاني لمرور التيار مرتبط بالكونتاكتور بعيدا عن البوش بوتون. ممكن استغل ايه بقى هنا؟ ممكن استغل نقطة نورمالي اوبن في حالتها الطبيعية. اقوم اول ما ادوس على البوش بوتون هنا الملف ده هو يشتغل. طيب قلنا ان النقطة المساعدة حالتها بتتغير بتغير حالة الجهاز بتاعها. وبما ان الكونتاكتور كانت حالته الطبيعية ان هو مش عليه كهرباء ومفتوح، فكانت النقطة دي مفتوحة. لما حالته دي تتغير ويوصل له كهرباء يبقى حالة النقطة كمان هتتغير وتقفل. فمجرد انا رحت شلت ايدي اهو، ايدي وفتحت الراجل ده كده،
ماشي. مجرد ما انا شلت ايدي كده رحت فاتح النقطة دي، هلاقي التيار لقاله مسار تاني اهو، ومكمل وشغال، الدنيا كويسة وزي الفل، حلينا المشكلة الأولانية اللي قبل دي. لحد هنا أنا ما عملتش أي حاجة جديدة، زي دايرة التوصيل المباشر. طيب ايه الجديد يا باشمهندس؟ الجديد ان انا عايز اشغل الستار والدلتا مع كونتاكتور المين. طب انا هبدأ بمين؟ هبدأ بكونتاكتور الستار. تمام. طيب خلينا كده نجرب حاجة كده، نجرب نرسم احنا عشان تفهم اكتر. انا محتاج زي ما انا قلت اهو منطقة اشغل الكونتاكتور المين مع الكونتاكتور الستار في الاول. طيب محتاج اشغلهم مع بعض، اذا انا هوصله بالتوازي. انا اهو هوصلهم مع بعض، يبقى انا اهو الملف التاني انا هوصله بالتوازي هنا. ده ايه؟ واحد برضه اتنين، بس بتاع كونتاكتور الستار هوصله انا بالتوازي هنا. تمام كده. طيب كونتاكتور الدلتا يا باشمهندسة نفس الكلام، انا عايزه يشتغل مع المين في نفس الوقت، مش لما الستار تفصل الدنيا تقف. لا، هوصله اهو بالتوازي برضو مع، ادي واحد ادي اتنين، هوصله برضو بالتوازي مع المين. طيب هنقف على كده؟ لا، انا عايز حاجة في البداية تشغل لي الستار مع المين، وبعد كده تقلبني من الستار مع المين للستار مع الدلتا. ايه هي الحاجة دي؟ عندي كذا اوبشن، يا اما انا محتاج سنسورز، يا اما انا محتاج تايمر، يا اما انا محتاج زراير تعملي الكلام ده كله. في الحالة بتاعتنا هنا هنستخدم بوش بوتون. تمام كده، هنستخدم بوش بوتون. طب بوش بوتون عادي؟ لا، بوش بوتون دبل سلوك. البوش بوتون ده ليه ريشتين. تمام كده، الريشتين دول عكس بعض بس بنفس الزرار. يعني اهو عكس بعض ازاي؟ مش مثلا يعني في واحد ريشة فيهم مفتوحة الطبيعي، وفي ريشة فيهم مقفولة الطبيعي، والاتنين متصلين ببعض، يعني حركتهم بتتغير مع بعض. يعني المقفولة دي لما اضغط هنا على البوش بوتون تفتح، المفتوحة تقفل. تمام. وبما اني عايز الستار هي اللي تشتغل في الاول، فهخلي الوضع الطبيعي ان المقفولة هي اللي عند الستار. يوم ما اجي اشوف اهو التيار بتاعي انا دوست هنا وقفلت، وده اشتغل فده قفل، التيار هيمشي كده، هيجي هنا عند المين اهو وعند الستار، فالموتور هيبتدي يشتغل. حلو زي الفل، انا كده تمام، عديت المرحلة اللي فيها المشكلة خلاص، ولحقت تيار البدء من انه يعلى ويعمل لي مشاكل في المحرك. فانا كده خلصت. هل انا كده خلصت؟ ابتدي اكمل بقى اشوف كده بقية الدايرة بتاعتي. طيب انا عديت الفترة اللي فيها مشكلة وعايزة اقلب بقى على الدوس، هبتدي اضغط على البوش بوتن بتاعي ده، فالنقطة المفتوحة ده ايه؟ مقفولة دي عذرا تفتح، والنقطة المفتوحة تقفل، واقوم الاقي ايه؟ المين والدلتا ابتدوا يشتغلوا مع بعض. حلو يا باشمهندس، بس احنا كده خلصنا؟ لا، ما خلصناش. ليه بقى؟ لان البوش بوتون ده فيه نفس صفات البوش بوتونز دي، بمعنى ان بمجرد ازالة الضغط عليها بترجع ترتد مرة تانية لوضعها الطبيعي، اللي هو هترجع تشيل من عند الدلتا وتشغل الستار. يبقى احنا كده ما عملناش حاجة. طيب اعمل ايه يا باشمهندسة؟ هنستخدم نفس التكنيك اللي استخدمناه هنا، الا وهو اللاتش. مع مين بقى؟ مع الدلتا اللي انا عايزة اكمل تشغيل مع المحرك. يعني انا هحط هنا نقطة كده بالتوازي هنا،
برضو 13 و14، بس منين؟ من الكونتاكتور بتاع الدلتا اللي انا عايزه كم يوم. حتى لو الريشة دي رجعت تاني، خلينا نمسح كده مع بعض، الريشة دي رجعت تاني لوضعها الطبيعي اهي، ودي رجعت مقفولة تاني، لا مجرد ما ده وقع عليه جهد النقطة دي تقفل، بالتالي الكونتاكتور الدلتا هيفضل شغال مع الكونتاكتور المين. بس ظهرت عندنا مشكلة بقى كده، انا ما بقاش بس المين والدلتا اللي شغالين مع بعض، لا الستار كمان رجعت اشتغلت تاني لما البوش بوتون الريشه بتاعته رجعت تاني. طب وايه يعني يا باشمهندس؟ لا نرجع تاني للنقطه الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاول، ان الستار والدلتا ما ينفعش يشتغلوا مع بعض. طب ليه ما ينفعش يشتغلوا مع بعض؟ عشان قلنا ان ده هيعمل لي قفل على المصدر. طيب تعالوا نشوف مع بعض هيعمل قفل على المصدر ازاي. اهو خلينا نتخيل ان ده كله كده شغال مع بعض، يعني النقط دي كلها مقفولة اهو. هاجي هنا التيار هيجي داخل عند المصدر قدامه طريقين، طريق ما فيهوش مقاومة اهو، وطريق طويل قوي مليان بالمقاومات ومليان بيه وبيه. هيختار ايه؟ هيختار الطريق السهل طبعا، هيفضل ماشي هنا ويجي هنا برضو، ويبقى قدامه سكتين برضو، طريق مليان بالمقاومات والمعوقات وهكذا، وطريق سهل جدا. هيفضل ماشي هنا لحد ما يقابل الحيطة السد دي، بيحصل عندي شورت سيركت أو قفلة أو أيا يكن ما بتسموها حضراتكم. طيب أحل المشكلة دي ازاي يا باشمهندسة؟ هستخدم برضو نقط المساعدة. نقط المساعدة دي she's my friend في جزئية دوائر التحكم، هي دايما الشخص اللي بيحل لي مشاكل كتير أوي. طيب هعمل ايه بالنقط المساعدة؟ هاجي هنا عند الستار، انا عايز حاجة تفتح لي دايرة الستار لما الدلتا تشتغل. ايه هي الحاجة دي؟ نقطة مساعدة مقفولة من الدلتا، رقمها 21 و22 من كونتاكتور الدلتا. يوم لما الدلتا ده يشتغل النقطة دي تتفتح، لأن حالة الكونتاكتور بتاعها اتغير، فمهما الريشة دي رجعت تاني فخلاص هو الطريق بقى مفتوح، مستحيل الستار تشتغل. نفس الكلام الناحية التانية، برضو نقطة مساعدة مغلقة رقمها 22 و23 من كونتاكتور لستار، بحيث ان انا اضمن ان مستحيل لما الستار تشتغل النقطة دي هتبقى مفتوحة، مستحيل الدلتا تشتغل. بس كده. نرجع تاني نشوف الشكل المهندم اكتر عشان يبقى افضل بالنسبة لكم من كل الشفافيت دي. طب نشوف تاني الرسم كده تاني لحظة واحدة. هلاقي اهو انا هنا ادي السويتش الدبل سلوت اللي متعلقين مع بعض، واحد فيهم مقفول واحد فيهم مفتوح، مجرد الضغط عليه المقفول بيفتح والمفتوح بيقفل. النقطة اللاتش ال 13 و14 اللي هتساعدني ان نقطة ان كونتاكتور الدنتا ده يفضل مستمر في التشغيل حتى لما اشيل ايدي من على السويتش. النقطة 21 و22 سي 3 اللي هي بتاعة الدلتا اللي متوصلة مع الستار، اللي بتضمن لي ان لما الدلتا يشتغل الستار عمرها ما هتشتغل. والعكس نقطة 21 و22 من سي 2 متوصلة مع سي 3 بتاع الدلتا، اللي هتضمن لي ان عمر الدلتا ما يشتغل طول ما الستار شغالة. وبس كده، اتمنى تكونوا فهمت الدرس والدنيا تكون سهلة عليكم. وان شاء الله المرة الجاية الفيديو الجاي هيبقى ازاي اعمل الدايرة دي بالتايمرز بكذا طريقة سهلة ان شاء الله. شكرا.